نقلة مختلفة لمسمى الدوري المصري. اشتغلنا كتير، والحقيقة أنا بوجه كل الشكر لزملائي في مجلس إدارة الرابطة وكل تيم الرابطة المتحدة للرياضة وكل تيم أورا. تعبنا شهور كتير ووصلنا لفورمولز كتير. اللي أقدر أقوله لحضراتكم اللي إحنا بنعلنه النهاردة إن العقد ده يعتبر عقد تاريخي في الكرة المصرية، هو أكبر عقد لمسمى الدوري المصري. كان عندنا حلم كلنا ان يكون جايزة البطل للدوري المصري بتساوي البطولات القارية اللي احنا بنشارك فيها. كنا دايما بنقول هي دي قيمة الأندية المصرية والدوري المصري، وده الحقيقة اتحقق بالشراكة النهاردة مع أورا. ان بطل الدوري بداية من الموسم القادم هتكون مكافئته 50 مليون جنيه، ودي أعلى مكافأة في تاريخ الكرة المصرية. كل نادي مشارك في الدوري احنا عملنا ان كان في مشاركات بقيمه، القيمه دي اتضاعفت 2.5 بدايه من الموسم القادم لجميع الانديه. ونهينا كده وكنا سعداء جدا، وتقابلنا باشمهندس نجيب في الاخر وشكرناه وخلاص وتمام. فضل عندنا حلم، وانا ويمكن رؤساء مجالس اداره الانديه الجماهيريه كنا بنتكلم فيه على مدار سنين، ان الانديه الجماهيريه محتاجه دعم ومحتاجه حته زياده. طلبت الباشمهندس قلت له ممكن اجي اقابل حضرتك، معلش يا باشمهندس اعذرني احكي سر. طلبته تاني يوم بعد ما خلصنا كل الاتفاق، قلت له ممكن اجي اقابل حضرتك، قال لي تعالى. رحت له الصبح قلت له انا عاوز اعمل حاجه تانيه، عاوزين الانديه الجماهيريه يتحط لها مكافآت بدون اي رايتس جديده عن اللي اتفقنا عليها. الحقيقه في 3 ثواني قال لي اورا بتحب الكوره واورا تمام، واحنا مع الانديه الجماهيريه. فكمان الانديه الجماهيريه زائد المكافآت اللي اعلناها بدايه من الموسم القادم ليها كل موسم 40 مليون جنيه مقابل مشاركتهم في الدوري المصري. اعتقد ان احنا الحمد لله وصلنا لتعاقد هو الاكبر في